من ساعه ما الشركات الصينيه ابتدت تنتشر في العالم، والناس بقى عندها مشكله في نطق اسامي الشركات دي، لان الصيني برضو لغه صعبه، والحروف اللي انت بتشوفها قدامك ملهاش اي علاقه بالنطق اللي انت هتنطقه. السلام عليكم، انا احمد من فون فور يو. خلينا نشوف اسامي الشركات دي بتتنطق ازاي. اول شركه هي الشركه اللي الناس كلها بتتلخبط في اسمها وبتنطق اساميها بشكل مختلف تماما عن التانيين. شركه هواوي ولا هواوي ولا هواي. كل دي تسميات الناس بتقول على شركه. خلينا الاول نعرف معنى الكلمه اصلا ايه. الكلمه الجزء الاولاني منها بتشير الى ورده، عشان كده شكل اللوجو بتاعها شبه الورده، لكن برضه الكلمه بتشير الى الصين. اما الجزء الثاني من الكلمه فهو معناه achievement، يعني كلمه على بعضها اسمها China achievement، يعني زي نجاح الصين او حاجه زي كده. في سنه 2012 لما الشركه بدات تخش السوق الامريكي، نزلت فيديو عشان تعرف الناس ازاي ينطقوا اسم الشركه، وكان في الفيديو اللي هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بتاعه بيقولوا ان الشركه اسمها هواوي مش هواوي او هواوي او اي حاجه ثانيه. لكن لما كان رئيس الشركه بينطق اسم الشركه في مؤتمر وهو بيعلن عن السمارت ووتش بتاعتهم، كان بيقول بالظبط هواوي. ولما دورت لقيت ان الصيني بيتكلموه بلهجتين، لهجه اسمها مانداريان ولهجه اسمها كونتينيز. المانداريان بينطقوا كلمه واوي واواي، والكونتينيز بينطقوا كلمه واوي هواوي. فغالبا الشركه عشان تسهل على الناس خدت الجزء الاول من المانداريان والجزء الثاني من الكونتينيز وحطتهم جنب بعض وخلتها هواوي. فلو حد قال لك هواوي او واوي، الاثنين صح حسب ما الشركه نفسها بتقول، بس لا ما اسمهاش هواوي ولا اي حاجه من الحاجات دي، واوي او هواوي. تاني شركه اسمها شاومي، زومي، شيومي. اسامي كتير قوي بتدل على الشركه دي، وهي في الواقع اسمها شاومي. شاومي مش زومي او شيومي او تشيومي او اي حاجه من الحاجات دي، شاومي. والشركه عشان تختصر على الناس بقت تسمي نفسها مي في العالم، عشان كلمه شاومي تقيله شويه على الناس. اما بقى واجهه المستخدم بتاعت الشركه فاسمها مي يو اي. مي يو اي، يو اي يعني يوزر انترفيس، واجهه المستخدم. ومي اسم الشركه، ما اسمهاش ميوي او مياو او اي حاجه من حاجات القطط دي خالص. الشركه اللي اسمها HTC بتتنطق HTC مش هيتس خالص. وسامسونج بتتنطق سامسونج مش سامسونج. واندرويد بتتنطق بالدال مش بالضاد. وايفون بتقال ايفون مش ايفون، يعني ما تخطفش الفون. واخيرا حرف الزد او الزي. لما كنت بقول مره سوني اكسبيريا زد، فجالي واحد قال لي اسمها على فكره زي، لكن في الواقع زي وزد صح. زد هي البريتش انجلش وزي هي الامريكان انجلش. وفي الواقع احنا في مصر هنا تعليمنا كان بريتش انجلش. لحظه عادة كده، هو احنا عندنا تعليم انجليزي في مصر؟ ده كان الفيديو سريع عشان عاوز اقول لكم اسامي الشركات دي بتتنطق ازاي. لو عندك شركه عاوز تنطق اسمها سيب لنا اسمها في الكومنتات وهنقول لك اسمها ايه. تنساش تشترك في القناه. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.